السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نقترح معكم واحد الكيك كيجي رائع بكريمة ديال الخوخ. يعني بما ان هذا وقت الخوخ نستافدوا منه. كتجي رائعة في المذاق البنات وبمقادير بسيطة كما عودتكم دائما، وسهلة ما كتحتاجش منا مجهود كبير. المهم غادي نبدا في الوصفة. عندي هنا بيضة واحدة وخمسة المعالق ديال السكر سنيدة. غادي نخلطهم بالطراب، تقدروا تستعملوا غير الطراب اليدوي، يعني انا غير باش نربح شويه الوقت. وغادي يعني نخلط مزيان حتى تذوب لي سنيده. وغادي نزيد عليهم 5 د المعالق ديال الزيت، زيت المائده. هاد الكيك هذا كيجي بحال الجينواز، كيجي رطب بزاف ومهوي. صافي من بعد ما خلطت هاد تخلطات ليا الزيت مع البيض والسكر، غادي نضيف عليهم 5 د المعالق ديال الحليب بارد. وكنعاود نخلط مزيان. كما قلت لكم تقدروا تخلطوا غير بالطراب اليدوي، ماشي ضروري تكون يعني توفروا على خلاط. ودابا غادي نحيد الخلاط وغادي نخلط غير بشي معلقه هكا ولا الخلاط اليدوي. هنا ضفت واحد الساشي ديال الكاكاو، واذا عندكم ديال العبر تضيفوا معلقه كبيره. وغادي نضيف 4 د المعالق ونص ديال الدقيق الفورس ديال الحلويات، وواحد الكيس ديال خميره الحلويات. الا درتو معلقه كبيره ديال الكاكاو ديروا غير 4 د المعالق ديال الدقيق. غادي نغربل كلشي كما كتشوفوا، وعاد غادي نخلط الخليط كامل. وغادي نجيب واحد المول اللي لبستلو البابي سولفيريزي. غادي نخوي فيه هاد الخليط، وغادي نوضعوه في الفرن يعني على فرن بارد كما عودتكم دائما. غادي نخليه يطيب 25 دقيقة الى 30 دقيقة. من بعد غادي نجي نحضر كريمة ديال الخوخ. غادي نحتاج ل4 ديال الخوخات متوسطين. غادي نقطعهم وغادي نطحنهم مزيان مع معلقة ديال السكر.
هنا غادي ناخذ واحد الكاسرونه وغادي نوضع فيها 2 ديال الحبات ديال البيض، غادي نضيف عليهم السكر. بالنسبه للسكر كيبقى على حسب الذوق، كل واحد يعني كيبغي اللي كيبغي الحلاوه يوضع الكميه اللي كتناسبو. غادي نخلط هاد السكر مع البيض مزيان، وغادي نخلط مزيان. غادي نضيف واحد المعلقه ديال النشا، معلقه كبيره ديال النشا عامره، وغادي نعاود نحرك. وغادي نضيف داك الخوخ اللي طحنت، غادي نحرك وغادي نوضع الكل فوق النار حتى كيبدا يعقد الخليط. هذا هو القوام ديالو من بعد ما كيطيب. ملي كيبدا كيعقد بحال هكا كنطفيو عليه، وغادي نوضع عليه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وواحد الساشي ديال الفاني. غادي نخلط الكل حتى كتذوب هذيك الزبده، وغادي نوضعو في واحد الزلافه باش يبرد. هاد الكريمه هذه كتجي بنينه البنات، وبما ان هذا هو وقت الخوخ فنستافدوا منه فهكا في العصائر ولا بحال هكا لي كيك اللي فيهم هاد الفواكه ديال هاد الوقت. غادي نغطيه بالفيلم اليمونتير وغادي ندخلو للثلاجه حتى يبرد مزيان، اولا غادي ندخل هاد الكريمه للثلاجه حتى تبرد مزيان. هنا كنغطيوها مزيان باش ما ديرلناش ديك القشره. بعد ما كنخرج الكيك ديالي من بعد ما طاب كما كتشوفوا كيجي مهويه البنات، غادي نوضعوه في واحد الاطار، وغادي نضيف عليه شويه ديال الحليب بارد. وهنا غادي نحتاج كأس ديال الحليب يعني بارد مزيان. هنا راه بدا كيجمد ليا، وغادي نوضع عليه واحد الكيس ديال المستحضر الشونتيي. غادي نخلطو مزيان حتى كتعقد لي الشونتيي. هنا ملي كطلع لي الشونتيي كنوضعها فوق الكيك كطبقه اولى. كما كتشوفوا هذا الكيك هذا راه كيجي هشيش بزاف البنات، فهو راه كيتفرتت. بعد ما صايبت يعني صايبت الكريمه مزيان، صايبت لها الوجه، قديت لها الوجه. غادي نجيب الكريمه ديال الخوخ وغادي نوضعها على هاد شويه ديال الكريمه اللي بقات لي ديال الشونتيي.
وغادي نزيد عليها واحد شوية ديال مشات ليا البنات. غادي نوضع القليل من هاد سميتو هاد راه مشات ليا البنات ديال الخوخ. مشات ليا البنات ما عرفتش مشات. المهم هذا ديال الخوخ راكم عارفينه. غادي نخلط مزيان حتى كتولي هاد الكريمه هادي ملسه، يعني كتجي ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، كتجي كريميه. هنا راه بردات مزيان. وغادي نوضعها على الشونتيي او على الطبقه الاولى ديال الشونتيي. غادي نسرحها مزيان وغادي ندخلها المجمد حتى تقبض في راسها مزيان. وهنا من بعد ما خرجتها الا بغيتو يعني تضيفوا كاضافه تقدروا تضيفوا الكلاصاج هنا من الوسط. انا ما بقاليش الوقت في الحقيقه، يعني كانوا يتسناوني الدراري وليداتي باش يديروا الكوتي، فكلاوها هكا. تقدروا تضيفوا الكلاصاج من الوسط باش كيجي المنظر ديالها اجمل من هكا. وكنتمنى تنال اعجابكم، كنتمنى يعني تاخذوا هكا، تكونوا خديتوا هكا فكره على حليوه سهله وفي متناول الجميع. كنتمنى تنال اعجابكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. وما تنسونيش من لايك واشتراك القناه اذا اول مره كتشوفوا قناتي، والى فيديو قادم ان شاء الله.